السؤال ده انا مش عارفه بامان. محدش بقى عارف اي حاجه في اليومين دول، كل شويه قرار، كل شويه حاجه مختلفه، فدماغي طارت حرفيا يعني. زي ما اتفقنا النهارده يوم الجمعه، تعالوا ناخد شويه من اسئلتكم ونحاول نجاوب عليها. وزي ما انتم عارفين كل يوم جمعه الساعه 10 بالليل بتوقيت مصر بنزل فيديو اجابه على بعض الاسئله اللي بتجي على الانستجرام، الفيس، تعليقات اليوتيوب. فلو عندك اي سؤال اكتبه وان شاء الله هرد عليه. يلا يا عم نخش في الاسئله ونبطل كلام كتير. طبعا انا حافظ شويه اسئله على التليفون بتاعي علشان اعرف اجيبها على طول وما نضيعش وقت. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك وشير يا جماعه الفيديوهات، واتذكروا كل يوم جمعه الساعه 10 بالليل بتوقيت مصر فيديو رد على او اجابه على اسئلتكم. فاكتبوا اسئلتكم في كل حته وان شاء الله كل اسبوع هرد عليه. اول سؤال من محمد بيقول بعد اذنك عايزين اسم البرنامج اللي بينزل عليه الشغل. وهو في الغالب السؤال عشان القناه بتاعتي عن روسيا، فهو عاوز اسم البرنامج اللي بينزل عليه الشغل في روسيا، ازاي تشتغل وكلام من ده. هو ممكن تلاقي الشغل على برنامج افيتو، برنامج يولا، وفي برامج تانية، بس انا مش بحبذ البرامج. امال يعني الواحد ما يشتغلش ولا يكبر دماغه ولا الحوار؟ لا بص، انت لو عاوز تشتغل فانا قلت لك قبل كده انك تسال ناس اكبر منك في المدينه، او ناس من اللي بياخدوا عموله وبيشغلوك او بيقول لك على شغل بس بياخدوا عليك فلوس. يعني حاول تظبط نفسك في الحوار ده، عشان شغل البرامج والكلام ده مش بياكل عيش. فشوف حد اكبر منك او حد بيشتغل عربي وكده ياخد عليك شويه عموله صغيره بس يشغلك. بس حوار برنامج والكلام من ده فمش بفضله قوي ده عن نفسي. سؤال من قناوي بيقول لي هو ممكن اتواصل معاك؟ ايوه طبعا، لو عاوز تتواصل معايا عندك انستجرام باشا روسيا. الحوار بقى انك تاخد رقم وتكلمني على الواتساب وكلام من ده. في الغالب اصلا مش بفتح الواتساب، فلو عاوز تكلمني كلمني على الانستجرام باشا روسيا. طبعا مش بعرف ارد على كل الناس، فلما الاقي نفسي فاضي برد، ولو في اسئله ممكن كله يستفيد منها فبنزل، فبقول الاسئله دي هعمل عليها فيديو، وبعمل عليها فيديو اللي هو يوم الجمعه الساعه 10 بالليل بتوقيت مصر برد على الاسئله دي. يا عم بطل تكبر بقى ورد على الناس اللي بيحبوك بقى. وبص مش تكبر، الفكره ان انا طالب وبدرس طب وكمان بعمل فيديوهات ومليون الف حاجه بعملها وانا لوحدي، فالدنيا بتكون حاجات كتيره قوي المفروض اعملها. فسامحوني مش بعرف ارد على كل الناس. يعني دلوقتي عندنا 5000 اخ واخت في القناه، فكتير برضه مش قليل تخيل. فلو في حاجه مثلا موضوع خاص ولا حاجه ممكن اعرف ارد كلام من ده على حسب ما اكون فاضي. لو في اسئله ممكن كله يستفيد منها بقول معلش هنزل عليها فيديو على القناه وبس كده. فسامحوني يا باشا لو ما ردتش عليك على طول يعني. سؤال من هدير، طلاب التحضير معتمدين في جامعات كانت معتمده ولا لا؟ بصي السؤال ده انا مش عارفه بامان. محدش بقى عارف اي حاجه في اليومين دول. اي سؤال حد عاوز يساله ممكن يسال المجلس الاعلى للجامعات، عشان انا مش عارف، اتلخبطت كل شويه قرار، كل شويه حاجه مختلفه، فدماغي طارت حرفيا يعني. يعني انت دلوقتي اصلا في الجامعه بتاعتك معتمد ولا مش معتمد؟ هو بص انا عن نفسي مش عارف اصلا اذا كنت معتمد او مش معتمد، فسيب على الله والله اعلم بقى. سؤال من ام توفيق، السلام عليكم باشا روسيا، هو ممكن اوفق بين الشغل والدراسه واشتغل في الاجازه؟ فممكن الم مصاريف الشخصيه واخلي مصاريف الجامعه على اهلي، وهو حوار ان اجيب عربيه واشتغل على ياندكس عليها في الاجازه وفي اوقات الفراغ، فممكن من وجهه نظرك الم مصاريفي واخفف على اهلي وشكرا. هو بص انا قلت قبل كده ان ممكن تلم مصاريفك الشخصيه، ممكن تجيب مصاريف السكن، مصاريف الاكل، مصاريف المواصلات، مصاريف النت، مصاريف كل حاجه. مصاريف كمان الدراسه ممكن ايوه تجيب منها شويه. لو اشتغلت في الصيف اللي هي الاجازه بتاعتك وزودت الشغل بتاعك، ايوه ممكن تجيب شويه من المصاريف الشخصيه، او قصدي مصاريف الجامعه، مش صعب. فانت حتى لو هتعرف تساعد اهلك في حوار مصاريف الجامعه والله العظيم جزاك الله خير، ودي حاجه حلوه جدا واكيد في ميزان حسناتك ان شاء الله يعني. السؤال اللي بعده احمد الشال بيقول بياخد كام عموله اللي بيقدم لي؟ بص اختلاف العموله طبعا على اختلاف الخدمات اللي الواحد بيقدمها لك، على اختلاف الجامعات الواحد هيقدمها لك، على اختلاف الاوقات من السنه، ظروف كل حاجه. فالعموله بتتراوح من $300 وانت طالع، من 300 مثلا وانت طالع 600 700 على حسب الخدمات زي ما قلت لك، على حسب المدينه، جامعه، تخصص، كل حاجه، فاختلاف كبير جدا. فانت اعتبر من $300 وانت طالع. كريم بيقول لي فيديو ازاي تشتغل في روسيا. هو بص يا كريم في فيديوهات عملتها قبل كده عن الشغل، وبرده في فيديوهات تانية ان شاء الله هنزلها واشرح كل شغل بالتفصيل الممل، خليكم تملوا من الشغل حرفيا يعني. فانا اشرح لكم كل شغلانه بالتفصيل وازاي تلاقوها وفلوسها ومميزاتها وعيوبها واي حاجه جربتها في الشغل في روسيا.
بصوا انا بجد هعمل لكم كل حاجه بالتفصيل، فتاكدوا انكم عاملين لايك واشتراك للقناه عشان كل جديد يجي لكم يا باشا واحده بواحده كده. ابو بكر بيقول فيديو العمل في روسيا، طبعا شبه كريم ان شاء الله كل حاجه هتيجي في وقتها يعني. شاذة هل تنصحني بجامعتك اذا اردت ان اكون طبيب اسنان حقيقي وليس مجرد شهاده؟ وجامعه فولجرات يعني اللي انا فيها. بص هو الجامعه حلوه، الجامعه اللي انا فيها حلوه، ايوه الدراسه بتكون عليك انت، مفيش حاجه اسمها جامعه هتديك الدراسه، لا الجامعه هتنظم لك خطه الدراسه. جامعه هتقول لك الاسبوع ده هتذاكر مواد كذا، دروس كذا، انت بقى عليك انك تذاكر. مفيش جامعه هتذاكر لك، الدكاتره بيساعدوك بس مش يعني هما مش اهلك، مش يقعدوا يقولوا لك يلا احفظ يا حبيبي مش عارف ايه، لا مفيش كلام من ده، انت المذاكره عليك انت. فاللي عايز يكون طبيب ناجح لازم هو اللي يذاكر ويجتهد ويضيع وقت، اللي هو يبذل وقته في المذاكره ويضحي بحاجات علشان المذاكره، فده بيتوقف على الشخص مش على الجامعه ابدا صدقني. سؤال تاني من يوسف احمد، هل دراسه الطب فيها جزء بالانجليزي ولا الدراسه كلها روسي؟ بص هو عندنا هنا لما ندرس في عندك اختلاف في جامعات او في الجامعه، يعني في تخصص بالانجليزي وتخصص بالروسي، مثلا طب اسنان في بالروسي في بالانجليزي، وفي جامعات فيها بالفرنساوي الى اخره يعني. فانت لو عايز تدرس بالروسي تدرس بالروسي، لو عايز تدرس بالانجليزي تدرس بالانجليزي. في حاجه بقى، في جامعات يكون دراسه بالانجليزي 6 سنين كلهم بالانجليزي، في جامعات لا اول 3 سنين بس انجليزي و3 سنين الباقيين روسي. فده برضو على الاختلاف، الجامعه هتقسم لك السنين اللي هو كذا سنه انجليزي كذا سنه روسي، بس لو هتدرس بالروسي كل السنين الروسي. انا بقى بحب عنه انك تدرس بالروسي، ليه؟ عشان تعامل في المستشفيات وكلام من ده مع مرضى كلهم روس، مش هيجيبوا لك مرضى من امريكا يعني، فاهم قصدي؟ وبس انا كده رديت على شويه اسئله انا جمعتها، وهنشوف بقى الفيديو اللي جاي يوم الجمعه الساعه 10 بتوقيت مصر، هنجمع شويه اسئله تانيين وان شاء الله اجاوب عليهم. ما حبيتش بس يكون الفيديو طويل عشان ما حدش يمل منه، وبس. ما تنسوش بقى اللايك والشير يا شباب. اتذكروا يا شباب بالله عليكم مواعيد الفيديوهات يوم الاحد والثلاث الساعه 10 بالليل بتوقيت مصر، دول فيديوهين، وعندك يوم الجمعه الساعه 10 بتوقيت مصر بتاع فيديو اجابه على الاسئله. يعني باختصار 3 فيديوهات في الاسبوع، حد 3 جمعه الساعه 10 بالليل بتوقيت مصر، احد ثلاثاء وجمعه الساعه 10 بالليل بتوقيت مصر. وبس شكرا للمشاهده، اشوفكم بقى الفيديو الجاي، ومتنسوش بقى اللايك. سلام.